إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن الله يكلمك فاقرأ كتابه. افتهمت التفكير؟ طيب هاي اثنين. طيب أنا أوكي راح صلاتي وقلنا الله أكبر وأنا هي الصلاة، بس أنا ما حسيت. ليه؟ رقم واحد، ماذا أنت خارج الصلاة؟ يعني أنت قبل ما تروح تصلي أنت إيش كنت تسوي؟ فهذا السؤال إحنا نقول عليه $1,000,000. كيف أخشع في صلاتي؟ يمكن أكيد يعني الدنيا كلها تسأل السؤال. فمن أجمل الأجوبة، كان واحد من شيوخي اللي درسني جزاه الله خير، كان عنده كلمة: أنت في داخل الصلاة ما أنت خارج الصلاة، ويتغير فقط الهيئة. أنت طول الوقت مشغول بالدنيا، أنت كل قراراتك المهمة راح تسويها في الصلاة. أنت مركز على الله، تدخل في الصلاة راح تركز أكثر. فنرجع مرة أخرى، هي صلة وهي كلام مع الله. طيب هذا جميل بس أنا ما أشعره. إذا أبدي أشتغل أشياء عملية. يعني أولا طول. يعني شنو طول في القراءة؟ ما أعرفها من القرآن، ممتاز، عيدها، عيد السورة. ما نعرف قل هو الله أحد ثلث القرآن، ظل عيدها واستشعر إيش يعني قل هو الله أحد. نروح في الركوع، طيب 3 مرات سبحان ربي العظيم، لا سويها 10. في السجود ما عندي شيء أدعي من الله، ما عندي، كله أعطاني إياه وأعطاني كده رسالة ستدخلين الفردوس الأعلى. في السجود هذه فرصتي. كل ما تطول خصوصا في السجود يحدث شيء في القلب ما أقدر أوصفه إلا اللي يجربه، لأنه هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سبحان الله، تحسها. فإذا نظل نسوي، طبعا يمكن ما تحسها أول ركعة، يجوز ما تحسها ثاني ركعة، بس إذا راح يكون هذا الغالب. ما أقدر أقول كل مرة، لأنه أنت مرات تصلي في العمل، يعني أنا مرات عندي ولادة وراح أروح أصلي، مو مثل ما أنا قاعدة في بيتي أو الفجر والهدوء في البيت وأنا دا أصلي. بس أحط عندي من الأولويات أنا وأنا أشتغل على صلاتي. فهمتني؟ شلون أنا أشتغل على شخصيتي، وأشتغل على عملي وكيف أترقى. أنا أشتغل على صلاتي، ياد لها شغل ما تجي بسهولة. أنت نفسك والشيطان والدنيا والملهيات، هذا كله لازم أشتغل عليه. بس مدى أقول لك إحنا